سيفرح الإنسان المسلم على هذه العقيدة السهلة اليسيرة النقية الصافية التي هي خالية من الشوائب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الفرد الواحد الأحد الصمد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم متابعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. سنعرض بإذن الله في هذه الحلقة بعض الروايات والأقوال، ومن ثم نسأل لعلنا نجد من يجيب عنها. ومن خلال هذا البحث سيتضح للمتابع بأن الوهابية يعبدون وثنا، وهم في مخيلتهم وأوهامهم يظنون أنهم يعبدون الله، فهم في الحقيقة مجسمة ومشبهة. وسنتكلم في محورين اثنين: الأول، هل الله أكبر أم أن هناك شيء أكبر من الله؟ الثاني، وهل الاستواء على العرش مختص بالله أم هناك من يشاركه فيها؟ فلنبدأ حلقتنا على بركة الله. أما المحور الأول، قال الوهابي المجسم ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع في المجلد الثالث صفحة 22 ما نصه: ثم نرجع إلى معنى هذه الكلمة الله أكبر، ما معناها وما مناسبة الابتداء بها؟ الجواب من ابن عثيمين: معناها أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته، فبما أن الله أكبر من كل شيء في ذاته، فهذا محمد بن إسماعيل بن برزبة البخاري يروي في الصحيح صفحة 1836 بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال رسول الله: إلى أن يقول فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، إلى آخر الرواية. ومعلوم بأن قبض الأشياء يكون بالكف، والكف من صفات الذات كما جاء في كتاب صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة تأليف علوي عبد القادر السقاف صفحة 293 قال ما نصه: الكف صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل، إلى آخر كلامه. فإذا كان الله عز وجل أدخل كفه أي ذاته في نار جهنم، فالسؤال الآتي: هل الله هو الأكبر أم أن النار هي الأكبر؟ وجاء أيضا في صحيح البخاري بن برزبة صفحة 1650 بسنده عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض، كما ترون بأن الله عندهم يضع قدمه في نار جهنم. والقدم من صفات الذات كما جاء في كتاب صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة تأليف علوي عبد القادر السقاف صفحة 173 قال ما نصه: الرجل والقدمان صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل بصحيح السنة. فبما أن القدم من صفات الذات والله أدخل قدمه في نار جهنم، إذن الله أدخل ذاته في جهنم. فالسؤال الذي يتبادر في ذهن كل إنسان مسلم: هل الله أكبر في هذه الحالة أم أن النار أكبر؟ والآن دعنا نسمع لهذا الوهابي الكتكوت بماذا ينصح الناس. هذه كتب السلف، وهذا الكتاب كتاب السنة لحرب الكرماني تلميذ الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 280 مثل أبي سعيد الدارمي رحمة الله تعالى عليهما. كتاب السنة لحرب الكرماني أنصح به الجميع والله العظيم. فنحن لو فتحنا كتاب السنة من مسائل حرب الكرماني صفحة 194 يقول: الرحمن على العرش استوى، وهل يكون الاستواء إلا الجلوس؟ فإذا معنى الاستواء عندهم وبالأخص عند حرب الكرماني هو الجلوس على العرش، وكل جالس على العرش هو مستو عليه. وجاء في طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى في المجلد الثاني صفحة 67 بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الكرسي الذي يجلس عليه الرب ما يفضل منه إلا قدر 4 أصابع. قال أبو بكر: من رد هذا الخبر فإنما أراد الطعن على أبي بكر المروذي وعلى أبي بكر بن أبي مسلم العابد.
وهذا الحديث المنسوب للنبي يثبت بأن الله عندما يجلس يبقى 4 أصابع، فكل من له أدنى مسكة عقل سيقول في نفسه: هل الله أكبر أم أن الله أصغر بحيث احتواه الكرسي وزاد 4 أصابع؟ أما المحور الثاني فيا أحبابي الأعزاء، ما أخالكم نسيتم ما قرأناه آنفا عن حرب الكرماني بأن استواء الله على العرش معناه الجلوس، وقلنا بأن كل جالس على العرش هو مستو عليه. فنحن لو فتحنا كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الأصنام ابن تيمية في المجلد الرابع صفحة 374 قال ما نصه: إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياءه المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله يجلسه ربه على العرش معه. طبعا رب العالمين بعدما جلس زاد 4 أصابع، فالله يجلس النبي معه في الموضع الزائد وهو مقدار 4 أصابع. فالسؤال: الله استوى على العرش بالجلوس، والنبي محمد أيضا استوى على العرش بالجلوس، فإذا النبي محمد شارك الله في الاستواء على العرش، ولا خصوصية لله في الاستواء. فإن كانت هنالك خصوصية فما هي؟ فهل هناك وهابي يجيبنا على هذه الأسئلة؟ إني أبرأ إليك من هذه الخرافات التي يعتقدون بها هؤلاء المجسمة، فإنهم تمسكوا بغير ما أمرتهم فتاهوا ولم يعرفوك حق معرفتك فعبدوا وثنا قبحهم الله. وصلى الله على خير الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.